تشاهدون خطبا ومحاضرات للمرجع الديني الراحل العبد الصالح الإمام المصلح الحاج ميرزا حسن الحائري الإحقاقي قدس الله سره. من ذكر فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب غفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن كتب فضيلة من فضائل علي بن أبي طالب استغفرت له الملائكة ما دام في تلك الكتاب من رسم. والمرجع الديني خادم الشريعة الغراء الحاج ميرزا عبد الرسول الحائري الإحقاقي قدس الله سره. برنامجنا في هذه الليالي المباركة تفسير القرآن، يعني الدرس التفسير من معارف أهل البيت عليهم السلام، حيث أفنى هذان الإمامان عمرهما في خدمة المذهب والإسلام والمسلمين. تشاهدون خطبا متنوعة في عقيدة أهل البيت عليهم السلام وذكر فضائلهم والنصائح والدروس العظيمة في الجوانب الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية. تشاهدون دروسا في تفسير القرآن. إن هذين الإمامين اتخذا من قول الإمام السجاد عليه السلام كلمة لله فيها رضا وللجالسين أجر وثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المكرمين المعظمين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومبغضي شيعتهم من الآن إلى يوم الدين. وبعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نبروا مجلسنا وقلوبنا بأنوار القرآن بالصلوات على محمد وآل محمد.
كان الكلام حول كلمة الغيب. بينا في المجالس السابقة بأن الهداية إما قراءة بالطريق وإما إيصال بالمطلوب. قراءة الطريق هي تخص الشرائع، أرباب الشرائع الأنبياء والرسل هم موظفون ومكلفون من جانب الله تبارك وتعالى بقراءة الطريق، يعني طريق الهداية، طريق الجنة، طريق الحياة في الدنيا والآخرة. إنا هديناهم السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه الهداية هداية الشرائع، لأن ليس فيها تضمينا للإيصال بالمطلوب، لأنه إذا إنسان وصل إلى المطلوب بعد لا يخرج إلى الضلال. أما نرى ذيل الآلة إما شاكرا وإما كفورا، إما يتبع الرسل، الكتب، الأنبياء، الأئمة، المرشدون سلام الله عليهم أجمعين وهو على الهداية، وإما لا يتبع وهو على الكفر. وأما الإيصال بالمطلوب هذا مسألة أعلى من مسألة الإرشاد، كما بينت في المحاضر السابقة بأنها هذه الهداية ليست بهداية إرشادية، بل هداية إشراقية. هذا يحتاج إلى رياضات، إلى أعمال خاصة فوق هذه الأعمال اللي نحن قربة إلى الله نعمل، كالصلاة والصيام والحج وسائر العبادات المفروضة. غير هذه المسائل عندنا نوافل، وهذه النوافل التي يوصل إلى المطلوب. ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل. عرفتم؟ هذا يحتاج إلى بحث إن شاء الله في محل. وأما قلنا كلمة هدى في هذه الآية المباركة في أول الآية عبارة عن قراءة الطريق، لا ريب فيه هدى للمتقين مو للجميع، ولذلك يكون قراءة للطريق. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة.
ذو وجهين هذا القرآن. من اتبع القرآن فهو على هدى، ومن لم يتبع فهو أجلكم الله على الغي والبطلان. أما الكلمة الثانية في هذه الآية أولئك على هدى من ربهم، هذه الهداية بمعنى الإيصال بالمطلوب. لماذا؟ يؤكد الله تبارك وتعالى بالتأكيد وأولئك هم المفلحون. مقام الفلاح أعلى درجات للإنسان، ويحتاج إلى هذه المراتب الخمسة التي شرحتها وبينتها عن طرق أئمتنا عليهم السلام، سيما مع الإشارة بمعارف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين عن شيخنا الأوحد رضوان الله عليه، بأن يحتاج إلى السير في هذه المراتب الخمسة التي أولها الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هذا الإيمان بالغيب ليس عبادة، مسألة فوق العبادة، مسألة قلبية روحية نفسية باطنية. الذين يؤمنون بالغيب. وقلنا الغيب تارة يطلق على ذات الله تبارك وتعالى، تارة يطلق على ذات الله، وهو سبحانه غيب الغيوب، يعني يؤمنون بالله، يؤمنون بوجود الله، بقدرة الله، بأنه سبحانه سميع بصير غني حي إلى ما شاء الله من الصفات الثبوتية. هذا أول مرحلة، الإيمان بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب، يعني هذا الغيب راجع لذات الله وهو غيب الغيوب، لأنه سبحانه لا يرى بالحواس، بجميع الحواس، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نعم، نحن نتيقن بشعورنا الباطني بأن الله مع أنه غيب عن جميع حواسنا، مع هذا موجود. وهذا اليقين أكثر من الحسيات، يعني بعض الأشياء إنسان يرى بالعين، بعض الأمور إنسان يسمع بالأذن، يعني المبصرات، المسموعات يمكن يكون فيه اشتباه. الآن نحن في النهار إذا كان الجو صافيا نرى لون السماء، نرى ماوي، يعني كلون البحر. هذا رؤيتنا بالنظر.
اما هل في الحقيقة لون السماء ماوي؟ لا، اشتباه العين. نحن إذا ركبنا طائرة وسعدنا كمية من المسافة إلى السماء نرى بأن لون السماء تغير من الماوي إلى لون آخر، تغير. ولذلك هذا العين مشتبه. أمثل لكم مثال، لا نحتاج أن نركب طائرة ونطير في السماء. هذا البحر، بحر الكويت، هذا الخليج الذي فيه بركات، فيه آيات، إذا نظرنا من البعيد لونه ماوي. أما هل هذا لون ماء البحر؟ لا. إذا قبضنا قبضة اغترفنا غرفة من هذا الماء في يدنا أو في كأس، نرى بأن لون هذا الماء شلون؟ أبيض. هذا اشتباه العين. هذا العين يشتبه يعني يكذب. ولذلك لا تعتقد بكل ما تراه، ولا تعتقد بكل ما تسمع، بل لازم تعتقد بما ترى بالبصيرة لا بالبصر. أما الشعور والذوق الباطني الذي ينبئ عن وجود الحق، عن وجود معبود للكون، وهو غيب الغيوب لا نراه بالأبصار ولا نسمع بالآذان، هو مسألة يقينيته أقوى وأشد من الحواس الظاهرية اللي نراه. ولذلك أفي الله شك؟ في كل الأمور شك، في شيء واحد ليس شك، وهو وجود الله. أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض. مسألة الفطور مسألة عظيمة. أبنائي، إخواني، أخواتي، بناتي المكرمات، مسألة الفطور يعني فاطر السماوات والأرض مسألة حيرت العقول بالإجمال. التفسير إن شاء الله في موقعه نقدم لكم. شنو؟ ما هو الفطور؟ فاطر السماوات والأرض. أنا لا أتكلم ولا عندي وقت ولا مجال أن أتكلم في مسألة فاطرية السماوات والأرض، في فاطرية جسمنا. هذا الجسم وهذا الروح وهذا الغرائز ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء في هذا البدن. الجسم المادة، الروح محرك المادة محيي المادة، والغرائز التماؤلات، الحب، الغضب وأمثالها، ثلاثة في مكان واحد. أجزاء هذه الثلاثة، أجزاء الجسم وأجزاء الروح وأجزاء الغرائز، هذه الثلاثة تعدادهم لا يعد ولا يحصى.
بالنسبة إلى علومنا، إلى عقولنا، إلى معارفنا مجهولة، كم واحد ما ندري. أما حبيبي كلهم يعملون على خط واحد. فاطر السماوات والأرض، فاطر السماوات والأرض، جميع الأجزاء، جميع الجزئيات، جسما وروحا وغريزة، كلها يعمل على خط واحد بلا إفراط وبلا تفريط وبلا شعورنا. نحن لا نشعر كيف يعملون. أتصور أن من أطبائنا الجسمي وأطبائنا الروحي موجود في مجلسنا العظيم. إذا نقطة من نقاط وجودنا احتاج إلى شيء أكثر، جميع هذا القوى الجسمانية، الروحانية، الغريزية، كلهم يعملون في خدمة هذه النقطة اللي تحتاج شيء. وهذا معنى الفطور بالإجمال. وأما بالتفصيل كما قاله جلال الدين الرومي، مثنوی 70 من کاغذ شود. نحن إذا أردنا تفصيلا للفطور فاطر السماوات يحتاج إلى مكتبة عظيمة، أما خارج عن بحثنا. ولذلك في كل شيء ريب وشك كما بينت لكم، إلا الله تبارك وتعالى، يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، لفرط نوره استدار كل شيء، وعند فقد نوره سواه في. وهذا الغيب مخصوص لذات الله تبارك وتعالى، وهو غيب أما شهود، باطن أما ظاهر. يا من دل على ذاته بذاته إلى آخره. وأما الغيب من جهة متعلق بالمخلوقات، بالحوادث، معتزل عن الحق. الغيب المتعلق بالحق هو الغيب الحقيقي، أما الغيب المتعلق بالمخلوقات ليس بغيب حقيقي، هو غيب مجازي. لازم نحن نسميه بما لا يعرف، ناشناخته، بالفارسية ناشناخته، يعني بما لا يعرف. مثلا الآن أنا أقدم يدي لكم، هذا اللي في يدي غيب، مو معلوم لكم شنو، قرطاس، سكة، أي شيء معقول ملبوس، هذا مو غيب، هذا ناشناخته، يعني لا نعرفه. إذا فكيت هذا يدي معلوم هذا شنو، صار شهود. الغيب تبدل بشهود. جميع الأشياء التي
نسميها غيبا ليس بغيب، بل ليس بمعلوم لنا. الغيب الحقيقي هو الذات، لأنه غيب إلى أبد الآبدين. أما غالب الأمور اليوم غيب لنا، بكرة يكون شهود. ولذلك هذه الغيوب اللي نسميه غيوب غيب عرضي، غيب مجازي، غيب اصطلاحي، وليس بغيب حقيقي. وقلت هذا الغيب تنقسم على 3 أقسام: غيب زماني، وغيب مكاني، وغيب يتعلق بالمستوى العلمية. غيب يتعلق بالزمان، غيب يتعلق بالمكان، وغيب يتعلق بمستوى المعلومات. الغيب الذي يتعلق بالزمان هو عبارة المعلومات التي نحن نطلع عليها في المستقبل، في القادم. أما المعلومات التي تتعلق بالمضي وبالحال معلوم لنا. أمس معلوم لكل واحد أين راح، ما أكل، تجارته كيف كان. والآن بعد نحن نعلم بغالب أحوالنا، أما بكرة ما ندري. بكرة ما تكون بالنسبة لنا، بالنسبة إلى العالم ما ندري. إخواني الأعزاء وأخواتي المكرمات، الغيب الذي تتعلق، أو العلوم التي تتعلق بالمزيج أو بالحال مسألة مهمة ودقيقة. هذا في الحكمة الإلهية، سيما في مصطلحات أئمتنا عليهم السلام، في معارفهم عليهم السلام، تسمى بعالم الملك أو الناسوت. العالم الناسوت بالنسبة إلى الزمان، أنا بالنسبة إلى المكان لا أتكلم. الغيب الذي يتعلق بالمكان إن شاء الله في الجلسات المقبل مستقبل القادم بالزمان. العالم الملك يعني الزمان الذي الآن نحن فيه أو ماذا عنا، هذا عالم الملك. يعني نحن عندنا سيطرة، عندنا ملك، تملك على هذا العالم. وأما بالنسبة إلى المستقبل، هذا العالم يسمى بعالم الملكوت، أعلى من عالم الملك، موجود لا نعرفه. كيف موجود؟ أمثل لكم مثال. نحن نفرض كتاب واحد له 1000 صفحة، نحن قرأنا من هذا الكتاب 500 صفحة. عرفتم؟ 500 صفحة.
خب هذا معلوم عندنا. ندري في هذه 500 صفحة ما مكتوب، مو مكتوب، شنو مكتوب. وأولاد المدارس يعرفون. أما البقية 500 الصفحة البقية اللي ما قرأناه ما ندري شنو فيه، لازم نقرأه. أيها الفضلاء، العالم كلها كتاب. الكتاب الذي لا ريب فيه، ذلك الكتاب التكويني لا ريب فيه، كتبه الله تبارك وتعالى بيد القدرة. هذا الكتاب إلى الآن اللي ماذا ندري. أما البقية كل يوم صفحة، لازم هذا الصفحة نقرأ بكرة، نصفح هذه الصفحة نشوف شنو فيه. عقب باكر بعد صفحة إلى يوم القيامة. هذا ملكوت الكتاب. أما هذا الملكوت ملك بيدنا، أما ملكوت بيد الله تبارك وتعالى لا يظهر إلا لجماعة مخصوصين. قل من بيده ملكوت كل شيء. من بيده، من يعرف المستقبل؟ لا يعرف إلا الله وأكو طائفة. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذا الملكوت يعني المستقبل من حياة العالم علمه مخصوص لله ويسمى غيبا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا هو العلم، يعني العلم المستقبل التي ولا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يعني العلم بالمستقبل، العلم بالأيام الآتية، هذا مخصوص لله ولطائفة علمهم الله تبارك وتعالى، وهم أولا وبالذات محمد وآل محمد. وعلم الغيب الذي يختص بهم عليهم السلام هذا العلم. قال إمامنا الكاظم أرواحنا فداه وسلام الله عليه، قال أنا أعلم ما كان من أول الخلقة. هذا مكتوب في جميع كتب الأخبار والتفاسير. أنا أعلم ما كان من أول الخلقة وأعلم ما هو كائن
و اعلم ما یکون الى یوم القیامه. و فی روایت کأنه انظر علی کفی، یعنی علم الاحاطه. هذا هو الغیب لی الغیب الزمانی. بالنسبة إلى الغيب المكان عندنا أبحاث كثيرة. هذا الغيب الزماني، الماضي والحال والمستقبل كلها مجمعا عندهم عليهم السلام بتعليم الله تبارك وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب يعني إيمانهم بأن أئمتهم مواليهم بهذا المقدار والدرجة من العلم، بأنهم محيطون على العوالم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا تفسير الغيب بالنسبة إلى الزمان. ولذلك نرى في الروايات بأنهم أخبروا عليهم السلام وأرواحنا فداهم بأمور ستوجد في المستقبل، وبعد انقضاء الزمان يرون أن الأمور إن وجد وصار كما شرحوه سلام الله عليهم أجمعين. في المؤمنين بعد عندنا من علمائنا، من مشايخنا، من زهادنا، من عبادنا المخلصين، العباد المخلصين الذين أعمالهم لله، هم يرون المستقبل أيضا، يخبرون عن المستقبل. وعندنا شواهد عظيمة سمعتم بها وستسمعون إن شاء الله، بأنهم يخبرون بالمغيبات، بالأمور التي الآن مو موجود أما في المقدم في المستقبل سيوجد، وهم يخبرون كما هي. لأنهم نحن مثلا قرأنا من هذا الكتاب 500 صفحة، بقية ما قرأنا، أما هم قرأوا هذا الكتاب، اطلعوا على هذا الكتاب بالإشراقات الغيبية على جميعه، ولذلك يعلمون جميعهم بالإصالة. أئمتنا عليهم السلام، موالينا عليهم السلام، وبالمجاز يعني بالتعليم الثانوية أصحابهم وأنصارهم، كما كان سلام الله عليه كلمات بين ميثم التمار وأحد من الصحابة. قال لميثم: أنا أرى يوم تسلب على هذه الشجرة. هذا إخبار بالغيب وصار. إخواني الأعزاء وأخواتي المكرمات، غاية الإنسانية وشرافة المرء وحقيقة العلم، إنسان يصل إلى هذه المرتبة من مراتب الغيب والإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وفي رواية أخرى قال الله تبارك وتعالى يقول: أكن عينه الذي يبصر به وأذنه الذي يسمع به. هذا المقامات لا يصير إلا بالإخلاص وبالإشراقات
وبعلوم أهل البيت، وكذلك بالتحقيق في الأمور، الذين يتدبرون القرآن، لقوم يعقلون، لقوم يتدبرون، لقوم يتفكرون. كلمة واحدة في آخر كلماتي: أنبهكم إخواني وأنتم الحمد لله لستم بغافلين، أما عندكم حسن الظن. حسن الظن إخواني إذا تجاوز عن حد الاعتدال ضرره أكثر من سوء الظن، سيما في هذا الزمان، لأن أصبح زماننا مظلمة بالكذب، بالغدر، بالبهتان، بالافتراء. ولذلك لازم نتنبه أكثر وأكثر. تفكرنا، تعقلنا، شعورنا، سيما في أولادنا، سيما في بناتنا، سيما في بيوتنا، لا يدخلون جراثيم الأخلاق، جراثيم العقيدة، جراثيم الإيمان في بيوتنا، في قلوبنا. هذا خطر عظيم. بعض من السيدات واجهتني، قالت: أنا كل سنة أزور مولانا علي بن موسى الرضا أرواحنا فداه هناك اكو مركز لأنصار الحجة أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وباسمه صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقدم النذورات لأصحاب الحجة. قلت: بنتي أنا 6 سنين متداولا مستمرا سكنت في خراسان في مشهد الرضا سلام الله عليه، وأما تعداد زياراتي بالنسبة إلى هذا الإمام الرؤوف لا يعد ولا يحصى. أنا ما سمعت مكان بأن يكون مركزا لأصحاب الحجة، لأنصار الحجة سلام الله عليه. وين هذا؟ بعد الإشارات قالت لي: رأيت، نعم، أنا مريت على هذا المكان الخطر. أنا لا أريد أن أبين في هذا المجلس، أما لو واحد أراد مني بالخصوص أعلمه. أنا في زمان اللي كنت هناك صدفة بيتنا كان قريب هذا المركز. هذا اللي يدعون بأنهم أنصار صاحب العصر والزمان من هم؟ عدة من أناس يدعون الدرويشية، لا يحلقون رؤوسهم ولا شواربهم ولا أظفارهم ولا يصلون، وعدة حشاشون يأخذون فلوس بناتنا وإخواننا باسم أنهم أنصار الله، أنصار صاحب العصر والزمان.
إخواني الأعزاء، أخواتي المكرمات، لا سمح الله إذا مرضتم لا تسمعوا كلام فلان وفلان، سيدروه إلى الطبيب المتخصص للطبيب للأمراض، الطبيب غير الطبيب يمكن يدليك إلى الهلكة. كما أن لكل عمل متخصص هذه الأمور، التبرعات، النذورات، الأعمال التي تتعلق في سبيل الله، هذا لازم مشاورة مع علمائكم الذين عندهم تخصص في هذا العمل. أنتم أعمالكم لله وأنتم مأجورون، سيما كلامي مع السيدات. وفي الكويت بعد هكذا أنا أسمع كلمات أمور واقعا يزداد الوحشة، ومسألة مو مسألة المادية، يمكن فيه يكون خطرات أعظم وأعظم وأعظم. ولذلك إن شاء الله نحن لازم نعمل أعمالنا بما فيه رضا الله تبارك وتعالى، وبما فيه التجنب من الخطرات العام الماضي. نحن كنا في حملة الإمام الباقر سلام الله عليه، وأنا أشكر القائمون بهذه الحملة المباركة واقعا يخدمون الحجاج. صار مسألة لامرأة حسابية، أنا أستحي أقول هناك من أحد الشيطانات. زماننا زمان خطر. أنا مقدار من كلماتي مخصوص بالتفسير ومقدار بالأخلاقيات وبالتحذيرات. اللهم احفظ أولادنا، عائلتنا، عقيدتنا من الأشرار ومن الظالمين. اللهم عجل في فرج إمامه صاحب العصر والزمان، أرواحنا فداه، وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقهم عليهم السلام. إخواني الأعزاء، الجهاد 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 لا بالسيف، بالعلم، بالعمل، بالتفكر، بالتدبر، بالانكشاف. الخائن من الخادم. من هو الخادم؟ من هو الخائن؟ حتى إن شاء الله نعيش عيشة فيه رضا الرب ورضا إمامنا الحجة أرواحنا فداه، وبأنواره صلوات على محمد وآل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.